مرحبا، معكن شرب الرحمة. وبهالسلسلة اللي اسمها خلي تفكيرك أو تفكيرك إيجابي، رح أحكي معكن عن أمور أنا عشتها وأنا اختبرتها وخلتني شوف الحياة من منظار إيجابي. بتمنى هالسلسلة تنال إعجابكن، وإذا حبيتوها شاركوها مع أصحابكن. الحلقة الأولى، نص المليون. شوفوا من الكباية نص المليون. هالمثل كتير منسمعه وحتى كتير منستعمله بحياتنا اليومية، بس قديش فعلا عم منعيشه. يمكن البعض يقول هالمثل ما بيغير شي بحياتنا، بس أنا بقلكن إنه تماما العكس هو الصحيح. وهالمثل إذا طبقناه بحياتنا رح يغير عن جد كل حياتنا. فعليا إذا دربنا عقلنا يشوف النص المليون بالأول، حياتنا تلقائياً وشوي شوي رح تبلش تتحسن. كملوا معي الفكرة للأخير لنشوف كيف. خلينا بالأول نعكسها شوي لنعمل الفرق. إذا ركزنا على النص الفاضي من الكباية، يعني من دون ما نحس منكون عم نعود عقلنا يشوف الجانب السلبي من الحياة. إيه؟ من الحياة، مش بس من الكباية. وكل اللي بيعمل الفرق هو على شو منركز أكتر، على النص الفاضي أو على النص المليون. النص الفاضي هو النص اللي ما عم يعطي لا قيمة ولا وزن للكباية، وبالتالي مش عم يضيف إلا جو من الكآبة والشعور بأنه حياتنا ناقصة، تماماً مثل ما الكباية ناقصة. علماً أنه نحن منعرف ومنشوف أنه لو هالكباية فيها جزء ناقص، بس كمان فيها جزء مليان. طيب شو بيصير لما نشوف النص المليون قبل؟ لما العقل يشوف النص المليون قبل، يعني الجانب الإيجابي من التفكير عم بيكون طاغي أكتر من الجانب السلبي. النص المليون هو النص اللي بيعطي قيمة للكباية، وهو يلي رح يشجعنا نشرب من الكباية ونتلذذ بمحتواها، وأكيد رح يخلينا نرجع نعبيها من جديد لنرجع نتلذذ منها من جديد. تماماً لما نطلع على النص المليون من حياتنا، رح يصير بدنا أكتر نعيشه، ورح يصير بدنا هالنص المليون يزيد أكتر. فكل ما عشناه كل ما صار بدنا أكتر نزيده، وكل ما صار بدنا أكتر نفوت طاقة إيجابية على حياتنا. والنص المليون من الكباية هو فعلا مثل ما قلت لكم النص المليون من الحياة، لأنه كلنا منعرف وما حدا فينا بيقدر ينكر إنه الحياة فيها طلعات وفيها نزلات، فيها الفاضي وفيها المليان. فكيف رح تصير الحياة إذا بلشنا من هاللحظة نشوف النص المليان قبل النص الفاضي؟ إذا هالموضوع بيعني لكم شاركوه مع أصحابكم، لأنه حياتهم كمان رح تتغير إذا بلشوا يشوفوا من الكباية النص المليان قبل النص الفاضي. ولما نشوف النص المليان قبل، رح نشوف بيوم الشتاء مثلا يوم ممتاز لنسمع موسيقى نوستالجية مع فنجان زهورات، ونلاقيها فرصة نرخي أعصابنا بصوت الشتاء على الشبابيك نحن وعم نقرأ كتاب إلنا وقت ناطرين الوقت المناسب لنقرأ. يعني كمان منصير منشوف إنه بيوم الشتاء عنا فرصة نلبس التياب الشتوية اللي بعد ما لبسناها، والمنطو اللي ناطرين نلبسه إلنا سنة. وهول التفاصيل مش إلا جزء صغير من كمية الأفكار الإيجابية يلي رح نتمتع فيها لما نشوف بالشتاء نعمة ومش نقمة. يعني لما نشوف النص المليون قبل، إن كان بموضوع الشتاء أو إن كان بحيالله موضوع تاني بحياتنا. التفكير الإيجابي بيصير مرافقنا دايما لما نختاره يكون الشريك بحياتنا. مثلا تخيلوا التغى مشروع مهم كنتوا ناطرينه إلكن زمان. أكيد رح تنفقسوا بالأول، بس لحظة، فكرتوا فيها شي مرة من الناحية التانية؟ يعني لو هالمشروع خير لإلكن كان صار، أو يمكن لو رحتوا على هالمشروع كان صار معكن شي ما عبالكن يصير. تنسهلها، يمكن كنتوا رح تلتقوا بشخص رح يغير لكن موتكن ليصير موت سلبي وعن جد يفقسكن وتنتزع سهرتكن بكاملها. وبهالطريقة بدل ما تنفقسوا إنه انلغى المشروع، بتقولوا بينكن وبين حالكن إنه يمكن لا خيرنا
انلغى هيدا المشروع تماما، مثل ما كلنا منقول هالمقولة الشهيرة بكتير أوقات: ما تكره شي لعله خير لإلك. وهون رح تتغير كتير نظرتكن للحياة لما تقولوا فعلا إنه لو هالشغلة كانت بمطرحها كانت أكيد رح تزبط، أو مثلا لو هالشغلة لإلي كانت رح توصل لإلي. هالطريقة رح تقوي النظرة الإيجابية إلكن بحياتكن، وطبعا رح تخفف السلبيات بتفكيركن، وعلى الأكيد رح تخلي ناس كتير يشوفوا الفرق فيكن ويعملوا مثلكن ويشوفوا النص المليان، لأنه النظرة الإيجابية معدية تماماً مثل ما النظرة السلبية معدية كمان. تذكروا شي مرة كنتوا بجمعة أصحاب أو جمعة عيلة أو كنتوا بالشغل، وإجا شخص موده مش حلو، كل الوقت عم يحكي بالسلبيات وعم بينق وعم بيلاقي كل الحجج ليبرهن إنه الحياة مش حلوة وإنه ما في شي ظابط معه. تذكروا قديش هيدا المود أثر سلباً عليكن، وقديش هيدي السلبيات اللي كانت عند هيدا الشخص خلتكن تشعروا بمشاعر سلبية. وهلأ تذكروا جمعة أصحاب أو جمعة عائلة أو شي مرة كنتوا بالشغل وإجا شخص كله فرح كله طاقة إيجابية، عم يحكي على الحياة الحلوة والأخبار الحلوة والتجارب الحلوة، وكله حياة ووجهه مبتسم وعيونه مبتسمين. وتذكروا قديش هيدا المود وهيدي الاتيتود أثرت إيجاباً عليكن، ويمكن نقلتكن من مود شوي مزعج كنتوا فيه لمود كتير حلو. شفتوا كيف التفكير السلبي والتفكير الإيجابي بيعدوا؟ فإذا ليش لنعدي الناس بشغلة مش مفيدة بدل ما نعديهم بطريقة تفكير عن جد رح تغير لهم مجرى حياتهم للأفضل؟ يمكن هلأ رح تقولوا شو الحياة ما فيها إلا الأمور الإيجابية؟ رح ذكركن بشو قلنا بالأول. الحياة فيها طلعات ونزلات، وكتير أمور بتصير بالحياة هي خارجة عن سيطرتنا، بس اللي بيعمل كل الفرق هي نظرتنا لكل هالأمور، للطلعات وللنزلات. فهل رح يكون تركيزنا على النص الفاضي أو على النص المليان؟ وهل رح نقول إنه حياتنا كلها نزلات وننسى الطلعات اللي عشناها بحياتنا؟ خلينا ناخد مثل تاني. حدا وقف البروجي اللي عم يشتغل عليه وما لقى بروجي تاني. هالفترة فيها تكون كلياً مختلفة إذا هالشخص قرر يتعلم مهارة جديدة أو يحصل على شهادة جديدة تساعده يطور شغله ويستفيد ليطور ذاته ويهتم بصحته النفسية والجسدية، ويتمتع بثقة كاملة إنه رح يلاقي بروجي بعد أحسن من البروجي يلي هو كان فيه. وهون عم أحكي عني شخصياً، مش عم جرب أتفلسف أبداً، بس هيدا التفكير خلاني أشوف بهالمرحلة فرصة إني أتقدم وأتطور على كذا صعيد، بدل ما أكون بس عم ركز إنه خسرت بروجي معين وكل الوقت عايش بدوامة إني خسرت بروجي معين. بالعكس كنت عم شوف إنه عم بربح وقت لإلي، وقت لحالي لطور مهاراتي، لأتعلم أمور جديدة ولحقق أفكار دايما كان عندي هي تماما مثل سلسلة خلي تفكيرك إيجابي يلي إلي زمان عبالي نفذها. النص المليان هو الأحلى صدقوني، وهو رح يقلب تفكيركن كله سوا ليصير مع الوقت تفكير إيجابي كأول ردة فعل على كل شي، حتى على الأمور اللي ممكن تعتبروها سلبية بحت. وهالأمور يلي ممكن تعتبروها سلبية بحت طلعوا منيح فيها، أكيد رح تشوفوا فيها جزء مليان ولو كتير صغير يقدر يغير كل نظرتكن لإلها. لأنه فعلا الجزء المليان ولو قد ما كان صغير عنده مفعول كتير كبير إنه يحسن حياتكن. وإذا ركزتوا على النص المليان من الكباية والنص المليان من حياتكن، ولو كنتوا رح تقولوا إنه هالجزء كتير صغير، صدقوني رح تبلشوا تكتشفوا إنه هالجزء مش كتير صغير أبداً، ورح تبلشوا تشوفوا الجزء الإيجابي أكتر وأكتر بحياتكن، وهيدا رح يكون كفيل إنه يغير نظرتكن للحياة لتصيروا بالأول تشوفوا الجزء الإيجابي من الحياة. كان معكن شرب الرحمة بسلسلة خلي تفكيرك أو تفكيرك إيجابي. بتمنى تكونوا حبيتوا هالحلقة، وإذا حبيتوها
شاركوها مع أصحابكن، ومنلتقى بحلقات تانية.